عندك ألم في صدرك من قدام هنا كده بتحس بيه لما بتقعد في وضع معين شوية، او لما بتحرك دراعك بعيد عنك، او لما بتاخد نفس عميق بتحس كده بألم هنا ووجع، ولو دوست في الحتة دي هتحس بألم شديد جدا. عايزك تطمن عشان ان شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة هنعرف مع بعض عملي ايه السبب اللي عمل الألم دوت، وكمان نتعلم مع بعض تمارين بسيطة تخلصك من الألم دوت تماما ان شاء الله. وببساطة جدا الألم دوت حصل نتيجة التهابات في الغضاريف اللي ما بين العظمة ديت بتاعة القفص الصدري، ده القفص الصدري بتاعك، دي عظمة اسمها الاسترنم بتكون موجودة في النص كده بالظبط، وفي الضلوع بتاعة القفص الصدري اللي بيربطهم ببعض هي الغضاريف دي. لما بيحصل التهاب في الغضاريف ديت هو ده بقى اللي بيسبب الألم اللي انت بتحس بيه ده. هتقولي طب ازاي اتأكد ان هو فعلا دوت السبب اللي عامل لي الألم؟ ببساطة جدا عن طريق شوية العلامات دي. اول حاجة ان الألم عندك بيظهر مع وضع معين، يعني مثلا وانت قاعد في وضع معين شوية، بعد ما قعدت كده شوية وبعد فترة من القعاد لقيت ان في ألم كده جاي في المنطقة ديت، في المنطقة اللي هي عند صدرك من قدام. في الغالب الألم بيكون في ناحية واحدة بس من صدرك، سواء الناحية اليمين او الناحية الشمال. كمان حاجة مميزة جدا ان انت لو جيت حطيت ايدك عند صدرك كده وضغطت بتحس ان الألم بيزيد جدا. كمان زي ما قلت لك لو انت بتحرك دراعك بعيد عنك، بتجيب حاجة بتشيل حاجة بترفع حاجة ودراعك بعيد عنك، هتحس كده ان الألم موجود هنا وهتضطر ان انت ترجع ايدك على طول. ديت العلامات اللي تعرفك ان هو دوت السبب. هتقول يا دكتور طب اصلا ايه بقى اللي عمل المشكلة ديت؟ يعني ايه الاسباب؟ اول حاجة بيكون وضع جسمك الغلط، ان انت على طول قاعد منحني كده وموطي وعندك زي قطب بسيط كده لقدام، دوت بيعمل التهابات في المكان ده. تاني حاجة بتحصل مع الناس في التقدم في السن، بيحصل التهاب زي التهاب المفاصل اللي بيحصل في مفصل الركبة، مفصل الكتف، زي اي مفصل، ده يعتبر جزء من المفاصل لان اصلا اللي مغطي المفاصل هو الغضاريف، وده غضروف، فمع التقدم في السن بيحصل فيه هو كمان التهابات ويعمل بقى الالم اللي عندك ده. تالت حاجه ان انت طبعا تكون تكون مثلا اتخبطت في المكان دوت فيحصل فيه التهابات. رابع حاجه بيقول لك ان هو اوقات بيجي بدون سبب، يعني بيحصل التهابات بدون سبب، ودي كده ببساطه جدا الاسباب. طيب ازاي بقى نعالج المشكله ديت؟ ببساطه جدا عن طريق شويه حاجات بسيطه. اول حاجه محتاج تعملها ان انت لازم تبتدي تعدل من وضع جسمك، يعني ما تسمحش لنفسك ان انت تكون قاعد كده شغال او بتذاكر وتلاقي نفسك ان انت سرحت وجسمك موطي كده. حاول دايما انك تكون فارد جسمك سواء وانت قاعد او وانت واقف، دايما مركز ان جسمك مفرود ومش موطي كده ومش منحني لتحت. دي كده اول حاجه. تاني حاجه التمارين معانا، هتجيب ايديك كده واربع صوابعك دول وتبتدي تحطهم، ده نص صدرك اهو، تيجي بقى جنبيه في المكان اللي فيه الوجع وتضغط ضغط بسيط وتبتدي تحرك حركات جانبيه اهو بكل بساطه عند اكتر مكان فيه الوجع ده، وبعد كده حركات لفوق ولتحت عند اكتر مكان في الوجع ده بكل بساطه جدا. انت مش بتضغط لدرجه الالم، انت بتضغط ضغط بسيط جدا تقدر تستحمله. ودوت كده اول تمرين معانا وهتعمله لمده دقيقتين. تاني تمرين معانا ببساطه جدا ان انت هتجيب ايدك الاتنين تحطهم كده عند راسك وتبتدي بكل بساطه تاخد نفسك وتملى صدرك بالهواء، وانت بتاخد نفسك بترجع وبتفتح دراعاتك كده كانك بتفتح صدرك، يعني بالظبط تقوم عامل كده، تاخد نفس من مناخيرك اهو وتريح، بتملى صدرك بالهواء وفي نفس الوقت بترجع دراعاتك الاتنين لورا اهو. تاني اهو، لما بتطلع لفوق بتفضل عدتين، يعني بتفضل فوق كده وتعد عدتين وانت ثابت في الوضع ده، وبعد كده تريح وتعمل الحكايه ديت 5 عدات بس مش اكتر من كده. يعني اهو تيجي تاخد نفسك وتملى صدرك بالهواء، 1 2، وبعد كده تريح، وبعد كده تعملها 4 مرات، يعني 5 عدات، ده كده دور، وتريح دقيقه وتعملها كمان دورين. ودوت كده كان تاني تمرين معانا. التمرين معانا بكل بساطه ان انت بتكون ايدك كده ودراعك كده اهو، يعني عامل كروس كده على جسمك، وتبتدي بكل بساطه ان انت وانت مثبت جسمك بتفرد دراعك اقصى حاجه لورا ولفوق. هتحس كده ان هنا في ستريتش بسيط، هو دوت اللي احنا عايزينه. تثبت عدتين وبعد كده تقوم راجع اهو وتقوم طالع 1 2. حاول تثبت جسمك، يعني على قد ما تقدر انت بتثبت جسمك من هنا، طبعا هيلف معاك ولكن على قد ما تقدر بتحاول تثبته اهو. تعد عدتين بعد كده تقوم راجع تاني كروس، تطلع تعد عدتين بعد كده تقوم راجع تاني
تعد عدتين وبعد كده تقوم راجع تاني وهكذا، وتعمل الحكايه دي 3 ادوار كل دور فيه 12 عده. طبعا لو القلم عندك في الناحيتين هتعمله في اليمين وفي الشمال. ودوت كده كان تالت تمرين معانا. رابع واخر تمرين معانا هو انك بتكون نايم كده على وشك ودراع عينك الاتنين جنب منك، وبتبتدي بكل بساطه وانت جسمك كله ثابت بترفع بس كتفينك كده لورا وترفعهم لورا وتضم لوحين كتفك على بعض وتثبت في الوضع دوت لمده عدتين، 1 2، وبعد كده تريح وبعد كده ترفع وتضم الحين كتفك على بعض وتثبت عدتين وبعد كده تريح وبعد كده ترفع وهكذا، وتعمل الحكايه دي 3 ادوار كل دور فيه 12 عده وبس كده. ودي كده تبقى التمارين اللي ان شاء الله لما تستمر عليها وتعملها مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل، هتلاقي ان الالم اللي موجود عندك في منطقه الشيست كده وصدرك من قدام بيقل تدريجيا لحد ما يختفي تماما ان شاء الله. طبعا لو الفيديو عجبك واستفدت بحاجه ما تنساش تعمل لايك، لان ده بيساعد على نشر الفيديو انه يوصل لاكبر قدر من الناس هم كمان يستفادوا بيه وهم كمان عندهم نفس المشكله اللي عندك. وبس كده، بتمنى ليك صحه كويسه. اشوفك المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه.